رح نعمل اليوم أطيب كيكة طحين اللوز بطريقة كتير سهلة وصحية بنفس الوقت. بتنفخ بالفرن عادي طبيعي مثل أي نوع طحين، والنكهة كتير طيبة، نكهة الشوكولا فيها ونكهة الجوز المقطع قطع صغيرة. هلا هو صح شكله ناشف هيك، بس هو فيه طراوة كتير طيبة. هلا أنا هون جهزت الجوز، قطعته ونقعته بالمي لمدة ساعة، وعندي هون 7 معالق من الكاكاو الخام بدون سكر، وعندي 5 حبات من البيض، بيض وسط بحرارة المطبخ، وعندي 2 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي 10 ظرف من سكر الستيفيا، وعندي 2 كوب ونصف من طحين اللوز، وعندنا كوب من الجوز المقطع، كوب من جوز الهند المبروش، وعندي 3/4 الكوب من زيت الزيتون، وكوب ونصف من الحليب. هلأ هون بنزل على البيض معلقة كبيرة من الفانيليا، وببلش فيهم خفق، بخفقهم لحتى يفتح اللون عنا. وهلأ عم ببلش يفتح لون البيض بهيدا الشكل. رح نزل عليهم السكر اللي هن 10 ظرف سكر ستيفيا، برجع بخلطهم مدة دقيقة لحتى يدوب السكر. هلأ بدي نزل عليهم 3/4 الكوب زيت الزيتون، بضلي اخفق فيهم. وهلأ بدي نزل عليهم 3/4 الكوب من الحليب. الحليب اللي بقيه راح اخلطهم مع نص كوب تاني من الحليب كرمال اخلط فيهم الكاكاو. هلأ هون بخلط فيهم كمان، وبلش نزل عليهم جوز الهند، كوب جوز الهند المبروش، وبخفق بهيدا الشكل. وهلأ بدي نزل طحين اللوز، بنزله تدريجيا، وببلش اخفق فيهم كرمال ما يتكتل عندي بالبيض. هلأ هون نزلت الكوبين ونصف، راح اخلطهم منيح. هلأ بلشت تتجمد شوي عندي البيض مع طحين اللوز والحليب. هلأ اخر شي بدي نزل عليهم الجوز وبخلطهم شوي. هلأ هون خلطت الجوز مع الخليط، راح نزل عليهم البيكنج باودر، وبقلبهم، بنتبه ما يعمل عندي تكتلات. وهيك انخلط عندي. هلأ بدي جهز الكاكاو، بنقدر نحط الكاكاو عليهم مباشرة، بس أنا حبيت أخلطهم مع الحليب قبل كرمال ما يصير عندي كتل من الكاكاو بقلب الكيك. هلا هون نزلت عليهم أول ربع كوب، راح ارجع نزل عليهم نصف الكوب المتبقي، وبرجع بخلطهم لحتى يروحوا كل التكتلات من الكاكاو. هلا صار عندي الكاكاو جاهز، داب كل الكاكاو بقلب الحليب. وهلا بدي نزلهم فوق خليط الكيك. هلا بعد ما نزلت الخليط فوق الكيك، راح اقلبهم مع بعض لحتى يندمجوا منيح، وعجينة الكيك تاخد كل الكاكاو. هلا هيك صاروا عندي جاهزين، اندمج الكاكاو مع عجينة الكيك.
مثل ما قلت لكم فينا ننزل عليهم الكاكاو، بس انا حبيت هيدي الطريقة افضل، بتذوب الكاكاو بكل سهولة. هيدا شكل القوام اللي إلها، ما بتكون جامدة كتير. هلا بدي اجيب قلب الكيك، رح ادهنه بالزيت. هلا دهنته لقلب الكيك كله بالزيت، رح نزل عليه خليط الكيك. هلا انا بكون محمي الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 من الاعلى والاسفل. هلا انا الفرن صار عندي جاهز، لانه شغلت الفرن قبل ما بلش بخفق الكيك. هلا بدي اخبط شوي قلب الكيك كرمال ما يصيروا كله مستوى واحد. هلا بدي دخله على الفرن يلي حميته مسبقا، بحطه على الوسط، على الرف الوسط. هلا اول شي تركته على نار عالية، رح اتركه لمدة 10 دقايق على نار عالية. بعد ال10 دقايق خففت النار تحته على درجة 200. بياخد معنا 40 دقيقة بالفرن. هون بلش ينفخ عنا الكيك. هلا رح طلع الكيك من الفرن لانه صار منتفخ وجاهز، بس ما نحركه هو سخن مثل ما انا عملت. حركته هو سخن فسخ عندي شوي، رجعت تركته لحتى يبرد وبقلبه بيطلع عندي بهيدا الشكل الحلو. نكهة جوز الهند والجوز المقطع بقلبه كتير طيبة. ألف صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.